نجمة عرفناها كلنا عن طريق فيلم سهر الليالي ومسلسل حديث الصباح والمساء. مشوارها الفني كبير وممتد، وأدوارها كتير مننا اللي متابعها على الشاشات أو في السينما. علا غانم بشطارتها وموهبتها قدرت إنها تحتل مكانة كبيرة بين نجمات جيلها، على الرغم من إنها طلعت في جيل ما كانش سهل أبدا. هو أنت طالعة في جيل فيه منى زكي ومنى شلبي وهند صبري وغادة عادل وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وعايزة تنجحي، ده أكيد ولا في الأحلام. بس بالنقطة الشاطرة جريت ورا حلمها لحد ما حققته بكل جرأة وشجاعة، وده أكيد كان بفضل موهبتها الكبيرة. حياتها الفنية كانت ناجحة بدرجة كبيرة لحد ما قررت تسافر وتبعد عن الوسط الفني وتعيش مع بناتها. لكن السمك دايما بيرجع للمية من تاني. علا رجعت تاني للساحات، ولكن المرة دي من خلال المحاكم، والسبب المرة دي كان دعوة قضائية ضد جوزها الثالث. والجمهور بقى يسأل، هي علا غانم اتجوزت كم مرة؟ الفنانة علا غانم نجمة مصرية اتولدت 1971 في الكويت، ولكن رجعت وعاشت في اسكندرية. بعد كده حياتها بدأت بشكل خلاها تدخل في دوامات يمكن أثرت عليها بعد كده. علا غانم خدت مجموعة من القرارات في طفولتها تأثيرها امتد على مستقبلها كله. أولها إنها دخلت كلية فنون جميلة، ولكنها ما كملتش فيها وقالت إنها زهقت منها وإنها بتكره الروتين وسابتها ودخلت معهد فنون مسرحية، لكن برضه ما كملتش. وفي الآخر اكتفت بحصولها على مؤهل ثانوي عامة وقالت أنا هشتغل، والشغل أكيد أحسن من التعليم. واللي بيوضح السبب في اللي حصل في حياتها بسبب قراراتها هو جانب تاني من حياتها الشخصية، وهو إن أول جواز في حياتها كان عمرها 17 سنة بس. وقتها زي ما تقول الجواز في سن صغير كان موضة. وقتها اتجوزت من وليد الضفراوي، واللي عاشت معه حوالي 5 سنين وخلفت منه بنتين هما كاميليا وفريدة. وحصل بينهم الانفصال بعد كده، واللي كشفت إن سبب الانفصال إن هما الاتنين كانوا صغيرين. ودخلت علا مجال الفني وبدأت مسيرتها الفنية وهي عندها 22 سنة. علا غانم كانت أم البنتين ومش متجوزة، وبدأت مشوارها الفني واستمرت أم عزباء لمدة 11 سنة، لحد ما والدتها واجهتها وقالت لها كفاية علا، السنجلة دي مش حلوة عشانك. وفعلا علا سمعت الكلام ودخلت في علاقة زواج تانية، ولأنها ما كانتش عن حب فالنتيجة كانت سلبية. تاني جوازات علا من شخص اسمه أحمد، وده ما استمرش جوازهم أكتر من 7 شهور بس، وده لأنها تعرضت منه لضرب وإهانات قدام بناتها، وقالت إنه هان أمومتها قدامهم للدرجة اللي حسسها إنها اتكسرت. فوق كل ده اكتشفت جانب سيء منه، وهو إنه كان بيخونها في بيتها. وهنا كانت النهاية وحصل بينهم الانفصال، وهي في الأخير علاقة بتعتبرها علا غانم من الأسوأ في حياتها. بعدها قعدت علا غانم سنين من غير جواز ومستمرة بالتوازي في مسيرتها الفنية، لكن بعدها بتقرر تتجوز رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وكانت علاقة هادية ومستقرة، وكانت بتقول إنه أكتر شخص بيفهمها. وفجأة بتقرر علا تسيب مصر وتسافر من 6 سنين علشان تعيش مع بناتها وتتفرغ ليهم. وفجأة لأنها بترفع دعوى طلاق ضد جوزها الثالث، وبعدها بفترة قصيرة بترجع علا تتصالح معه، وكمان بترجع تعيش في مصر من تاني. والبعض اعتقد انها بتحضر لرجوعها الوسط الفني، لكن هي بتنفي وتقول انها زيارة قصيرة، وهي مستمرة للعيش في امريكا علشان عندها مشروع وليد، وهو عبارة عن فندق للكلاب وجنبه مدرسة تعليمية ليهم. وبتقول ان سبب نزولها ان بنتها المهندسة كاميليا كانت بتتجوز وهتعيش في مصر، لكن بترجع اخبار علا غانم من تاني تتصدر الترند، مش لانها تعاقدت على مسلسل توحة واللي مفترض عرضه في رمضان 2023، ولكن لأنها رفعت دعوى خلع من زوجها الأخير للضرر بعد اللي حصل بينهم من ساعات قليلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. كان معاكم محمد البسيط من على مصطبة. سلام.